وانظر اليوم إلى الأزمة الأخلاقية التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في زمان النساء فيه ترجلت والرجال تأنتت. في زمان النساء فيه ترجلت والرجال فيه تأنتت. ورحم الله زمانا كنا نتربى فيه في المدارس على إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أما اليوم فاسألوا عن الأخلاق، أما اليوم فابحثوا عن الأخلاق، أين ستجدها؟ ستجد الأخلاق في اليوتيوب وفي التيك توك وفي غيرها من المواقع. رحم الله زمانا كنا نقدر فيه الطبيب، كنا نقدر فيه المهندس. والله رحم الله زمانا كان يربينا فيه الآباء على أن نكرم عامل النظافة وهو ينظف أمام البيت، وهو ينظف لنا القمامة أمام البيت. اليوم نفرح والقمامة توضع في بيوتنا وتلوث أسماع عيالنا. رحم الله زمانا كان الأستاذ إذا عبر الشارع كنا نهرب إلى شارع آخر خوفا وتقديرا له. كان يحترم فيه الدكتور والمهندس لعلمه. أما اليوم فمن الذي يسود في زماننا؟ وذو جهل ينام على حرير وذو علم مفارشه التراب. وذو جهل ينام على حرير وذو علم مفارشه التراب. إيه والله لهذا الزمان. سبحان الله. أختم وأقول: من الذي جعل هؤلاء الذين نسميهم الحمقى، من الذي جعلهم مشاهير بيننا؟ ومن الذي جعل هؤلاء من قوت عيالنا يشترون السيارات الفارهة ويكسبون ملايين بالمليارات الدولارات؟ ألسنا نحن كشعوب ثم نصحو من النوم نشكو فقرنا؟ نصحو من النوم لا يستطيع الواحد منا أن يأتي بمصروف ولده، لكنه يستطيع أن يأتي بتذكرة ليحضر فيها حفل ماجن ليحيي به مالا لرجل جاهل، ثم يأتي الصباح فيندب حظه ويبكي ويقول: انظر لهؤلاء الحمقى أصبحوا أغنياء ونحن فقراء. من الذي جعل هؤلاء في قمة هذا الزمان؟ نحن كشعوب. كم من كريم أزرى به الدهر يوما ولئيم تسعى إليه الوفود. رجال في زماننا ليس لهم قيمة، أما رجال هم أشباه رجال. ابحثوا عنهم في اليوتيوب ستجدوا كيف أننا جعلنا منهم قيمة وقامة. أما العظماء إما رميناهم في السجون وإما قتلناهم وإما جعلناهم في غيبة وفي نميمة. ثم بعد ذلك نقف في صفوف لنقول: اللهم انصرنا على أمريكا وانصرنا على الصهاينة. أينصر الله أمة؟ هذا حالها.